تعرفوا يا أصحابي، في كلمة صغيرة اسمها بعد شوية. معظمنا بيقولها، بس الكلمة دي كانت بتسرق من البطل إلياس حاجات كتيرة قوي. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نقول إيه يا أصحابي؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. صح، شاطرين يا أصحابي. كان في ولد صغير جميل اسمه إلياس، وكان عنده أخت كبيرة جميلة اسمها مني كانت بتحب تساعد ماما، وبتحب تنظم وقتها، وتحب تلعب مع أخوها إلياس. لكن كان في مشكلة صغيرة واقفة بينهم دايما. إلياس كان صاحب جملة مشهورة: ماما تطلب منه طلب يا أصحابي بعد شوية يا ماما. مني تقوله تعالى نلعب، يرد عليها ويقول بعد شوية يا مني. أما مني يا أصحابي كانت منظمة، تحب تخلص اللي وراها وبعدين تلعب، تسمع الكلام من أول مرة، وتحاول على قد ما تقدر تساعد أخوها. وفي يوم من الأيام ماما ليلو قالت لإلياس: يلا يا حبيبي، خلص واجبك بدري علشان نخرج. إلياس يا أصحابي بص للواجب وعمل نفس اللي بيعمله كل يوم: بعد شوية يا ماما، خليني أكمل لعب الأول. قعد يلعب والساعة جريت والوقت ضاع، وللأسف الخروجة اتلغت. إلياس زعل وقال: هو ليه الوقت بيخلص بسرعة؟ أنا ملحقتش. بس مني قالت له بهدوء: مش الوقت اللي بيخلص يا إلياس، انت اللي بتديه لحد تاني اسمه بعد شوية. وفي مرة يا أصحابي مني كانت عايزة تلعب مع أخوها، وجات له وقالت له: تعالى يا إلياس نلعب قبل ما المغرب يأذن. إلياس ضحك وقال لها: حاضر يا مني، بس بعد شوية، أصل أنا بتفرج على التلفزيون دلوقتي. مني هزت راسها وقامت مشت وراحت ترتب سريرها، وقعدت شوية مع ماما ديلو وساعدتها، وبعدين فضلت مستنياه. بس الوقت جري وجه ميعاد النوم، وملحقوش يلعبوا غير 10 دقايق وبس. مني بصت له وقالت له: شفت يا إلياس، بعد شوية أخدت وقت من لعبتنا. بالليل يا أصحابي إلياس نام، بس كان نايم زعلان، حاسس إن اليوم خلص وهو ما عملش كل اللي عايزه. وبعد ما راح في النوم سمع صوت خفيف بيقوله: إلياس، أنا هنا. إلياس اتخض وقال له: أنت مين؟ الصوت رد وقال له: أنا أنا وقتك. إلياس اتلخبط يا أصحابي وقال: وقتي؟ وقتي إزاي يعني؟ الوقت قال له بهدوء: أنا اليوم اللي بيعدي، الدقايق اللي بتمشي، اللعبة اللي بتفوت، والخروجة اللي اتلغت. إلياس وشه اتغير وسأل بخوف: طب انت ليه زعلان مني؟ الوقت قال: لأنك طول اليوم تقول بعد شوية بعد شوية، وكل مرة تقولها أنا بمشي واخد معايا حاجة بتحبها. إلياس قال: أنا ما كنتش قصدي، أنا كنت فاكر إن الوقت طويل. الوقت قال له: طويل؟ اليوم طويل بس مش مع اللي بيضيعوه، طويل فعلا للي بيستفيدوا بيه. الياس سأله: طب هعمل ايه؟ الوقت قاله: ابدأ بحاجة صغيرة، بس ما تقولش بعدها بعد شوية. تاني يوم الصبح مني لقت إلياس صاحي بدري، قالت له باستغراب: ايه ده يا إلياس، انت صحيت لوحدك؟ إلياس ابتسم وقال: النهاردة مش هخلي الوقت يجري مني. مع إن اليوم ده كان أجازة يا أصحابي، ولكن إلياس بدأ يومه بالصلاة، وبعدين فطر وقعد يعمل الواجب بتاعه وخلصه، وبعدين لعب ورتب كمان سريره، وخرج كمان مع ماما، واليوم كان حلو جدا. إلياس قال: النهاردة كان أحلى بكتير، أحلى قوي علشان استخدمت وقتي بترتيب وتنظيم. انتوا عارفين يا أصحابي
الوقت عامل زي حبة الرمل واحنا ماسكينها في ايدينا، لو فتحنا صوابعنا هيتسرسب بين صوابعنا مش هنعرف نرجعه. بس لما نبدأ بدري ونعمل اللي ورانا هنلاقي اليوم طويل واللعب أطول والضحك أحلى. وبكده يا حبايبي تكون حدوتة ماما ليلو النهاردة خلصت. وقبل ما أقولكوا تصبحوا على خير، ما تنسوش تسمعوا حدوتة ماما ليلو كل يوم وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتتابعوني على المنصة اللي بتحبوا تتابعوا ماما ليلو عليها علشان يوصل لكم كل حدوتة جديدة من غير ما تفوتكم ولا واحدة. ولو حابين الحدوتة الجاية تكون باسمكم ابعتولي، ولو حابين حدوتة مخصوص ليكم بشخصيتكم الكرتونية وبالاسم اللي تختاروه اسألوني عن الباقة المميزة وهقول لكم كل التفاصيل. أشوفكم في الحدوتة اللي جاية. تصبحوا على خير يا أصحابي.